السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يستمر الحديث حول قرارات رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تهدف لتطوير الكرة السعودية والارتقاء بمنافسات المسابقات المحلية. ووفقاً لصحيفة الجزيرة، فإن الاتحاد السعودي يتجه لتقليص قوائم الفرق في الموسم المقبل ل25 لاعب بدلاً من 30 لاعب. وأكدت أن الاتحاد السعودي يدرس جدياً تطوير دور درجة الشباب لفرق الدوري الممتاز والسماح بمحترفين 2 أجانب لهذه الفئة. ويعد هذا القرار بمثابة أزمة مرتقبة لفريق الهلال الذي يمتلك في قائمته 30 لاعباً على مستوى عالي، عكس النصر الذي لا يمتلك دكة قوية.